من النهاردة مش هتشتريها تاني ابدا، هتعمليها انت بنفسك في البيت وبمقادير بسيطة جدا ومش هتكلفك، والله ما هتكلفك حاجة. هنعمل ب3 حشوات مختلفة، وهقولك ازاي تشكلي كمان في الحشوات. انت ممكن تعملي كمان منها كتير جدا، وهقولك على العجينة الأصلية الصح اللي عمرك أبدا ما هتغيريها وهتعتمديها كل مرة وهتطلع معاكي ناجحة 1,000,000%. وهقولك كمان الجبنة ازاي تشد معاكي كده بالشكل ده وتوصل لآخر الشارع. بصوا مفيش جمال بعد كده. وهقولك كمان على الصلصة المظبوطة للبيتزا، ازاي تطلع معاكي مظبوطة وريحتها تجنن وتقلب البيت كله، وبأقل التكاليف هتطلع معاكي كده وتبقي احسن شيف فيها، وبجد مش هتشتريها تاني من بره. يلا نسمي الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم حبايب قلبي، معايا في وصفة جديدة من وصفات مني البيتزا، هنعملها بكل اسرارها. دي المقادير اللي انا هشتغل عليها. جبت ربع كيلو صدق، والله ربع كيلو بس، وهقولك ده هيطلع لي كام واحدة كمان. وكمان ربع بانيه قطعته كده شاورما وشوحته على النار ببصلايه وبهارات لحد ما نشف معايا وبس كده. وجبت كمان ب15 بسطرمه. ودي صلصه البيتزا. صلصه البيتزا دي انا هقولك هتعمليها ازاي بالظبط وتطلع معاكي كده تحفه، وهتدي للبيتزا طعم وريحه مفيش بعد كده. ومعايا طبعا طماطم وفلفل، وانا هشتغل النهارده على كيلو دقيق وعليهم معلقه لبن بودر، وده اختياري بس اللبن البودر بيعزز الطعم شويه للبيتزا. وهشتغل كمان على نص كيس جبنه موتزاريلا، واقولك ازاي تختاري نوع الجبنه الموتزاريلا الصح. اول حاجه هشتغل عليها العجينه بتاعتي. هنزل بالدقيق كده، انا هعمل كيلو عشان انا هعمل 6 بيتزات. هما طلعوا معايا 5 بس هما في الاصل المفروض 6 يعني. وهقولك انا حصل معايا ايه وخطأ بجد كبير سبته في الفيديو علشان انتي ما تكرريش الخطأ ده. نزلت على الدقيق برشة ملح ولبن البودر، ودي بقى خميرة بيرة اسمها خميرة بيرة، دي الخميرة الأصلية اللي بيشتغلوا بيها في الأفران. جبتها كده عليها معلقة سكر، يعني حتة كده على قد معلقة كبيرة مليانة، ودوبتها كده في حبة مية من الحنفية عادي، ونزلت عليها على الدقيق وكمان بيضة. هعمل كده المكونات دي كده مع بعض شوية، وعلى النار ميه دافيه جدا قد يعني زي الدمعه كده، وعليهم معلقتين لبن بس ومعلقه زبده كبيره، كلهم دابوا مع بعض كده. وهنزل على الدقيق بتاعي. ليه بقى انا ما قلتش لبن بس؟ علشان اللبن بس بينشف العجينه وبيخليها مش حلوه خالص. هنزل بقى واحده واحده لحد ما اشوف العجينه بتاعتي تحتاج ايه. هنزل بقى على الرخامه كده عشان اخد راحتي شويه لحد ما العجينه تلم معايا بالشكل ده. بصوا العجينه بجد سهله جدا وطريه حقيقي بجد، والله دي العجينه مش هتبطلي ابدا انك تعمليها، ولو انت هتعمليها من اول مره هتبقى ناجحه معاكي. افضلي بقى عجيني فيها كده لحد بصي ما ايدك كده تبقى نظيفه، بصي وتبقى مورقه كده من جوه بالشكل ده. اعجني بقى شويه حلوين كده. وانا بفضل انك ما تعمليهاش في العجين، اعمليها بايدك، لان ايدك فيه كده حاجه كده بتخلي بجد الاكل طعمه حلو. هحطها في بوله وهحطها كده في مكان دافي واغطيها. احنا في الشتاء تاخد معانا وقت شويه، ما تقلقيش سيبيها وهي كده كده تختمر لحد ما توصل للمستوى ده. هي كده تمام معاكي وجاهزه جدا للتشكيل. بصوا طريه ازاي، على فكره هتطلع هشه وطريه، هتشوفوها دلوقتي عامله ازاي. هقسم بقى العجينة على قد الصينية اللي انا هعمل فيها. النهاردة هعمل الصواني بتاعتي اللي هي الوسط، هعمل 3 بيتزات كده الاول مبدئيا عشان اقولك على ال3 حشوات الاساسية، وانتي ممكن كمان تشكلي من الحشوات دي زي ما قلنا. بصي العجينة بتقطع معايا بكل سهولة، ناعمة جدا في ايدي، مخدتش ثواني وبجد بقت جاهزة. هشيل دي بقى على جنب، او دول اللي انا هشتغل عليهم. هغطيهم كده لحد ما اجهز باقي الحاجه. ودي طبعا مش هسيبها برضه هشتغل عليها. جبت الصواني ودهنتهم كده زيت، ودي بقى خطوه مهمه جدا، عايزه بس دهنه كده خفيفه.
وهحط دقيق علشان افرد العجينه. بصوا انا بعملها بايدي، بصي سهله ازاي. بس انا هفرد كده بالنشابه علشان خاطر تطلع معايا مدوره على قد الصينيه، ومش مش هخليها رفيعه قوي ولا طبعا تخينه قوي، لان عشان هي لسه هترتفع كمان شويه في الفرن. طبعا انا كل ده مسخنه الفرن بتاعي على درجه حراره 200، الرف اللي تحت مش الوسطاني، لو الوسطاني هتنشف منك، لكن هي كده تاخد حراره بسرعه وهتبقى حلوه جدا. هنزل بيها بقى في الصينيه. بصوا يا جماعه انا الصينيه دي ما دهنتهاش، اللي هي العاليه، ودي كانت غلطه مني، وهقول لكم دلوقتي هي طلعت عامله ازاي، بجد باظت مني. بس لا انا بقى انا الصينيتين التانيين اللي عملتهم طلعوا معايا مظبوطين جدا، ودي خطوه مهمه يعني كتير مننا بيغلط فيها، فاتمنى ان انتم ما تكرروهاش. وانا ما رضيتش احذف الحته دي من الفيديو علشان خاطر يعني اكترنا بنقع في الخطأ ده. لكن لو في بقى صواني تيفال عادي، يعني مش الحاجه مش بتلزق فيها عادي، ممكن ما تدهنيهاش، بس الالومنيوم بالذات ادهنيها. عملت كده ال3 صواني اهو، وعملت بالشوكه كده علشان العجينه ما ترتفعش معايا في الفرن وهي بتستوي. جهزت ال3 كده علشان انجز واخلص بسرعه. دي بقى الصلصه دي بقى يا جماعه حكايه. الصلصه دي انا عملتها ازاي؟ على النار حطيت 4 حبات طماطم، قرنين فلفل حامي، 4 فصوص ثوم، وبصلايه كبيره، كل دول قطعتهم مكعبات وما حطيتش ميه خالص. وبعدين حطيتهم على النار لحد ما نشفوا، بس خلي بالي منهم عشان ما فيش ولا زيت ولا فيها اي حاجه. تمام. وبعد ما الميه نشفت منها تماما واستوت، رحت ضربهم في الكبه وطلعت معايا كده بالشكل ده. ريحه بجد تحفه، بتخلي ريحه البيتزا بجد جميله جدا، ودي الصلصه الاصليه للبيتزا. يبقى احنا كده عملنا الصلصه الاصليه للبيتزا والعجينه الاصليه كمان للبيتزا. هتعتمديهم جدا، وعلى ضمانتي جربيهم ما تقلقيش من اي حاجه. هوزع بقى الصلصه عليهم كده، وانا بعد ما خرمتهم بالشوكه، ما تخافيش مش هتنزل معاكي خالص. اول حشو معايا ده ربع كيلو بانيه، هاخد جزء منه على قد الصينيه. بصي الربع كيلو بقى فاضل منه قد ايه. هبدا اوزع كده البانيه ده انا عملته ازاي. شوحت بصلايه، وبعدين يعني سبتها بس تصفر، وبعدين نزلت بالبانيه بعد ما قطعته وغسلته وحطيته عليه، وبعدين حطيت البهارات لحد ما نشف معايا وما فيهوش ميه خالص، بقى معايا بالشكل ده. دي اول واحده معايا بيتزا بالفراخ. وبعدين ده ربع صدق دوت انا هاخد منه حاجه لا تذكر، يعني الربع ده ممكن يعمل لي 3 بيتزا حجم وسط من اللي انتي من الصينيه اللي حضرتك شايفاها دي. وهبدا اوزع بقى الصدق بالشكل ده. ودي الحشوه التالتة معايا، هعملها بالبسطرمه. انا اجهزهم كده مع بعض عشان ادخلهم الفرن كلهم مره واحده، علشان البيتزا لما بتقعد يعني الجبنه مش بتبقى حلوه، هي عايزه تتاكل سخنه كده من اول ما تطلع، عشان ال3 يطلعوا مع بعض. نزلت بقى بالبسطرمه، ولازم بقى البسطرمه اخد بالي من حاجه، ان انا اوزعها كويس جدا في الصينيه وما اسيبش اي فراغات، لان هي لما بتدخل الفرن بتكش شويه، فعشان خاطر ما تبقاش فاضيه لا احنا هنحاول بس نتوصى شويه بالبسطرمه. ودول بقى كده ب15 جنيه بسطرمه، يعني فضل منها كمان. انا خدت نصهم على الصينيه الوسط دي، ومعايا نصهم يعملوا صينيه تانية كمان. يبقى احنا كده وفرنا، وبأقل التكاليف كمان عملنا كل الاصناف اللي احنا عايزينها. هنزل بقى بالطماطم. الطماطم دي طبعا متصفيه كويس جدا من البذر اللي فيها والميه اللي فيها، هقطعها كده صغير وهنزل عليهم كده على الوش. واحط بقى فلفل على حسب الرغبه، يعني اعمل واحده مثلا نص فلفل ونص مش فلفل، بدل ما اعمل واحده كامله فلفل واحده لا، يعني ماشي انا ممكن اوسطن دي عشان اللي حابب ياخد كده جزء وجزء ماشي. وبرده هعمل في التانيين كده على حسب اللي عاوز، يعني مثلا دي قطعه منها اهي فيها فلفل والباقي كله مفيش. بصوا يبقى احنا كده انجزنا وقت وانجزنا مجهود، وعملنا برضو في نفس الوقت عشان الكل ياكل مع بعض ما حدش يستنى. دي بقى الحشوه اللي فضلت معايا دي كده. بصي الصدق ده يعمل 2، ودي كمان الفراخ، وهنا هي العجينه تعمل معايا 1 2 يعني 4 كمان بيتزايت وسط من الحجم اللي انا عملته ده. دخلتهم الفرن على درجه حراره 200 على الرف اللي تحت. هسويهم الاول لحد ما اخد بالي بقى منهم كده، لحد ما اشوف
من تحت بدأت تحمر، هبدأ بقى احط الجبنة بتاعتي. الجبنة بقى نختارها ازاي علشان تبقى نوعها كويس جدا؟ مش شرط ان هو يبقى اسمه معين في السوق هو ده اللي كويس، لا في كتير كويس، بس انتي اختاري الجبنة اللي لونها اصفر. الجبنة اللي لونها اصفر دي طبيعية 100%، بتبقى حلوة جدا، وهي دي اللي بتدي المطة اللي احنا عايزينها كلنا واللي الاطفال بتحبها جدا، وبجد طعمها حلو جدا وبجد حقيقي ريحتها جميلة. بس كده بعد ما حطيت الجبنة حطيتها تحت الشواية واخلي بالي منها، طلعت بالشكل ده. ودي تاني واحدة برضو معايا. بصوا بقى الفراخ لزقت ازاي عشان انا ما دهنتهاش، فانا هعمل واحدة تانية. فانا هعمل واحدة كبيرة المرة دي. كلنا بنقع في الخطأ ده، انا حبيت انبهك. طيب انا هعمل ايه؟ يعني هي باظت مني كده، هعمل ايه؟ حاولت اطلعها معرفتش اطلعها، خلاص باظت مش مشكلة، الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. هجيب صينية تانية وهدهنها وهعمل عجينة تانية، وهاخد بقى الحشوة اللي هي على الوش اللي هي في البيتزا اللي باظت، وهشيلها واحطها على البيتزا الجديدة، واذا احتاجت تاني حشوة احطها. حرام ان انا ارميها، طالما هي ما باظتش او ما شطتش يبقى خلاص، ما اتحرقتش مني يعني يبقى خلاص. عملتها برضو بنفس الطريقة، وهدهنها برضو اهو بالصلصة. الصلصة دي جبارة يا جماعة، يا جماعة اعملوها بجد تحفة تحفة حقيقي يعني. انا نسيت اقول لكم ان بعد ما عملت الصلصة في الكبة، عملت البهارات كمان، نزلت بكل البهارات اللي انت عايزاها عليها، بس ما تحطيش زيت خالص، يعني حطي بس بهارات وهي كده تبقى ناشفة كده، هي دي الصلصة الصح يعني، عشان الزيت بينشف وش العجينة من فوق. دي كده البيتزا الفراخ حجم كبير، ونزلت برضو بجزء كده من الفلفل. بس كده وبقت جاهزة معايا. دول الاتنين بيتزا الاولانيين اللي خلصوا، اللي هي الصدق والبسطرمة، وادي الفراخ اهيت استوت من تحت. هحط لها برضو الجبنة، كنت خايفة الجبنة ما تكفيش بس الحمد لله يعني كفت. هوزعها بقى كويس جدا وهدخلها بقى على الشواية على طول، هي كده استوت جدا من تحت. هوريكي شكلها برضو بقى عامل ازاي في ثواني هتخلصي. بصوا هي كده خلصت معايا، وادي الثلاث بيتزات. بصوا طرية ازاي يا جماعة، بجد حقيقي. وكمان انا عاملاها وسبتها، يعني انا ما قطعتهاش على طول علشان التانية اللي باظت مني عبال ما عملتها. تحفة بقى بجد يعني، عجينة طرية جدا وهشة، ومهما قعدت معاكي حتى لو باتت لتاني يوم هي هتفضل طرية كده. هوريكي دلوقتي كده بعد ما اقطعها بقت عاملة ازاي. بصوا بصوا ده لون حلو جدا من تحت. هحطها بقى في الطبق. بصوا يا جماعة دي الصدوق، ودي البسطرمة. هي اغمقت شوية اهي معايا بس ما اتحرقتش، وبرضو حتى لو اغمقت شوية كده العجينة طرية جدا. جماعة بصوا اعتمدوا ان العجينة دي ناجحة 100%، حتى لو اتحرقت معاكي هي هتفضل طرية كده وجميلة. هي هتتاكل انسي، بجد تحفة. والبيتزا التالتة اهي الفراخ. بصوا طرية ازاي، انا لسه مطلعاها مكنتش عارفة امسكها بجد سخنة، مش عارفة الفراخ ايه حكايتها معايا، مش عايزة تعمل يلا بس بسم الله يعني. اهو قطعتها كده برضو كانت طرية معايا. دول بقى عملتهم تاني يوم من باقي الحشوة، عملت واحدة صدق وواحدة صدق وبسطرمة مع بعض. بصوا الجبنة بتشد ازاي، انا ما لحقتش اصور لكم التانية لان الولاد كانوا جعانين جدا، فما حبيتش ان انا احرمكم بقى من اللحظة اللي احنا كلنا بنحبها دي، الجبنة وجمالها. وهي شكلها حلو قوي، هي زي بتاعت بره بالظبط، نفس بتاعت المطاعم. بصوا بتشد ازاي، بجد حلوة قوي، جربوها. شايفين شايفين الجمال. بس كده يا جماعة دي كانت وصفتي النهاردة، وبكل امانة قلت لكم كل الاسرار اللي فيها، ان شاء الله تعجبك. اتمنى ان انت تجربيها، وما تنسينيش بقى في الاشتراك وفي اللايك، وتقولي لي انت عملتيها ازاي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.